السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدراري والدريات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا الجزء الثالث من المان هو نهاية العالم. اللي ما شاف الجزء الثاني والاول يرجع يشوفهم باش يفهم الاحداث من الاول مزيان، واللي تفرجوا فيهم يلا نبداو. البطل طاح ليه فكره تاع يدوزو من البلاصه اللي كيدوزو من الراجلين، ولكن صاحبو اللي معاه شاف واحد البلان اللي هو ان الاورك هاز واحد الكلب من دوك القاطع، ولكن تحاموا عليه وقتلوه بالزربه وبداو ياكلوا فيه وفي لحمه. المشهد كامل كان قدام البطل وصاحبه كان خايف لا يطرى عليهم بحال الاورك، حيت البطل قرر يدوز من حداهم. البطل كان كالم وقرر يكمل الخطه. قطع مثال باللعبه كيتحاربوا فيها ثلاثه تاع الاجناس. صاحبه ما عرفهاش، ولكن البطل شرح ليه باللي اللعبه كان فيها واحد البلان تيشبه هذا البلان اللي حنا فيه دابا. البطل سول صاحبنا واش تقدر ترجع بالرموك لديك البلاصه، مع رجع ضرب الصور تاع الشوك بالجهد وسمعوا دوك الكلاب الحمرين وجعروا. البطل كان دارس الخطه تاعو، فتح الرموك من اللور وطلب من النظام تاعو يستعمل كاع داك الشيء اللي جمع من الاحجار تاع المانا باش يزيد في القوه تاعو تاع الروبو يعني، وهما يهجموا الكلاب على البطل. فجاه ضرباتهم الثلاجه درت لهم داكشي ديال البولينغ. المهم ما علينا، البطل جاء اشعار من النظام باللي قتل 12 كلب. الكلاب مازال تيهجموا، بدا تيصيفط الثلاجه شبه الثلاجه. البطل اختار الثلاجه حيت كبيره في الحجم، وهذا الشيء كيعني القتيل بزاف وبالزربه. البطل جالس شد واحد الركنه وشدوا الملل تيسين امتى تسالي العمليه. صاحبنا اللي معاه ديما هو مصدوم، المهم كان مصدوم من اللي تيشوفوا. قال في خاطرو واش غدا بت لحد الثلاجه، كنت نظن انه كيلوح غير المقهى، ومستغرب من الكميه من الثلاجات اللي كيتيلوح البطل. جا البطل فجاه وسولو ببرود بحال ما طاري والو، قال ليه واش باغي تاكل شي حاجه. صاحبنا سول البطل واش عندك المخزون لا نهائي. استغرب البطل قال ليه واش ما كنتش عارف. البطل جبد الماكله وبداو تياكلوا، وصاحبنا شكر البطل حيت بسببه غيقدر يوصل عند عائلته. البطل جاوب ولكن ما تقدرش تسير هكذا عند عائلتك، يعني الحوايج توسخوا زعما. وطاح حوايج جداد ناضي جاو معاه. والله صراحه خونا مع لبس ديك اللبسه بداو يخدم في المهارات تاعو تاع السوقان. البطل ما فهم والو، وصاحبنا هو عطى الرموك كل ما في جهده، والبطل كان غيموت. بعد شويه قال لي صاحبنا باللي وصلنا، يعني وصلوا للدار تاع صاحبنا. كلشي كان مدمر بحال كان شي حرب، وكدوز الكاميرا لشي يد كتقفقف باغا تحل الباب، وكانت تاع صاحبنا ما قادرش يفتح الباب حيت خاف لك تكون عائلته ماتت. جا البطل وقال لي واش باغي نفك في بلاصتك. صاحبنا عطاه الاذن وقال ليه بليز. مع البطل بغى يفك الباب وهو يتفتح الباب فجأة، وكانت مراته وبنته وبداو تيبكيو وعنقوا بعضياتهم. اللقطة كانت مؤثرة والله. بعد هادشي سولاتو شكون هذا، جاوبها بلي هذا هو اللي عاوني نجي لهنايا. فجأة طاح البطل وحس بالدوخة والدنيا كدور بيه، بدا تيذكر في باه وتيسولو علاش تبكي يا بابا. جاوبو الاب بحكمة، قال لي بلي الوداع ماشي ديما شعور بالحزن. ونكتشفوا بلي الام تاع الاب ديال البطل ماتت، يعني جدات البطل. وزاد با قال لي انا عارفك بلي صعيب تفهم هادشي دابا، ولكن شي نهار غادي تفهم هادشي. اش نقول. البطل ديالنا فين سمع هادشي تذكر اختو وهي ضارباه، تيقول لها تسول علاش تضربيني هكذا اختي. جاوباتو بلي بلا ما تبقى تمسكن راني كنت دايره الوساده في يدي، داكشي علاش ما قصحتكش. اختو كانت حقاهر عليه مسكين. المهم البطل هرب وقال لها بلي تنكرهك وغادي نقولها لبابا. تتبان لحظه من ذاكره البطل وعائلته مجموعين وتيهضروا. حنا غنعرفوا بلي الاخت البطل اللي ديما تضربو مهتمه بالمصارعه وكتفرج في المباراه ديال المصارعه حدا خوها. المهم جاوب اخوها الكبير قال ليها تنعتقد بلي كاين شي فريق تاع الملاكمه في المدرسه. الاخت تاعو اللي كتحتقر للبطل قالت لي بلي عارفه هادشي، يعني هذاك الشيء علاش اختاريت انا ديك المدرسه. البطل سمع ديك الكلمات على المدرسه الثانويه وقرر يمشي ليها فين يكبر. شويه هنا تنشوفوه متحمس يجرب المدرسه، ولكن بدا تيشوف الزملاء تاعو لابسين لباس نقي وهو حوايجو قدام وكبار عليه، ولكن البطل قوي ما تاثرش. شويه تنشوفوا شي حد تيضرب فيه المتنمرين طبعا. كنشوفوا العملاق شادو من اللور، وكنكتشفوا بالعملاق هو اخته. وتدوز اللقطه وبين عطاتهم شي عقد العصا. هادي ما حديث لي من الطبيب. كدوز اللقطه وكنشوفوا كتدرب فيه ولا فرحان وداز الوقت بزاف، وهما تيلعبوا في البلاي. تقبلات اختهم في الكليه ديال الطب، خوتها مصدومين. شويه تنشوف البطل قاعد قدام البيسي مع لي ما بيه، جاب لي صاحبه اخبار زوينه واللي هي استدعاو تجنيد اجباري. المهم اللحظه اللي غادي فيها البطل داخل المعسكر تنشوفوا الام والاب والاخت تيودعوا فيه، ولكن الاخت تضحك عليه. اي واحد عنده اخت بحال هادي تيبكي في لحظه مؤثره. صافي هو يفيق من الحلم ديالو، ما عارف راسو فين. تيسول واش تخافش حيت البطل ما عاقلش اش طرا ليه وخاد الوضعيه ديال الاستعداد. جا فجاه صوت من وراه وقال لي واش فقتي. تنشوفوا الام وبنتها اللي شفناهم قبيله وكانوا مستغربين من ردة الفعل ديال البطل تاعنا. بدا يدور في راسو اليمين واليسار، شاف صاحبو ناعس وهي تعاود سؤال اخر اللي كان واش انت بخير. راك فجأة طحتي ونعستي وكنتي ناعس بعمق داكشي علاش ما فيقتكش. البطل وضحات لي الصوره
وسولها شحال النعس من الوقت، جاوباتو بلي نعس 3 سوايع. وسمعت من راجلي بلي عاونتيه بزاف وعاونتيه وصل هنا، وشكراتو حتى هي ساعدها وخلاها تشوف راجلها مرة أخرى. البطل جاوبها بتواضع بلي أنا خديت مساعدة كبيرة منه. فجأة فاق صاحبه وقال ليه مقارنة مع داك الشيء اللي ساعدتيني فيه ما نقدرش نقول بلي ساعدتك، قضيتي حياتي. مراتو قالت خاصك تكون جيعان دابا، كول ومن بعد نكملوا الهضرة. وباللي راجلها قال ليها ما ناكلش حتى يفيق البطل تاعنا، ورحب بيه في الدار بابتسامه. والبطل تصدم من شكل تاع الاحاساء اللي قدمت ليه مرات صاحبه، شحال كان زوين، وبدا ياكل وعجبو بزاف. بعد ما سالا قال في خاطرو من امتى ما كليتش بحال هاد الماكله البنينه. خونا خرجوا من التفكير تاعو وقال ليه ياك الوجه تاعك هي دانغام. البطل جاوبو ولكن غير في الاول. فاجئ صاحبنا باللي غادي يوصلوا البطل، قام مصدوم بدا يفسر صاحبنا باللي راه هضر مع مراتو وفين قالت ليها باللي راك غادي تقلب على عائلتك بقيتي فيها وقررت نوصلك. البطل في الحقيقه ما كانش الوجه ديالو الاخيره هي دانغام، قال لي خاصني نمشي لبلاصه اخرى وخاصني طوموبيل. صاحبنا كان عارف هذا الشيء وقال لي باللي غادي نوصلك ولكن بشرط خلينا بعدا نخرجوا ونهضروا. الشروط كانوا هو يوصل البطل بالرموك وصاحبنا يرجع بالبيكالا. خونا طلع ناضي والله احترامات ليه. المشاهدين غادي تقولوا لي فين هما الشروط، غادي نقول لكم باللي الشروط كانوا هما يعطيه البيكالا فين يرجع. البطل تفاجأ وسولو علاش تعاون لدرجة تخلي عائلتك بعد ما ضرب شي تمارة باش توصل ليه. قال لي ببساطة بغيت نعاونك حيت عاونتيني، هذا ما كان. البطل قال لي حتى انا عندي شرط، حيت بغيتي تعاوني شروط هو تجيب معاك عائلتك. البطل ولات عنده قدرة يدخل الناس معاه الفضاء الفرعي، داكشي علاش شرط عليه يجيب معاه عائلته. جاوبو صاحبنا باللي هي الاولى نجيب عائلتي وغادي نتحركوا. دابا بعد واحد شويه جاب عائلته وتصدموا. خونا ديما مصدوم ما فهمت انا والو معاه، ولكن صدقات عائلته بحال تما مصدومين. المهم عيط للرجل الالي وقدموا ليهم وقال لهم باللي اي حاجه خاصهم اي حاجه كما كانت يقولوها للرجل الالي باش يشرح شنو كاين في هذا المخزن بحال مواد غذائيه الى اخره. المهم ما طولش هادشي. مرات صاحبنا سولاتو واش نقدروا نستعملوا اي حاجه هنا كيف ما بغينا، حيت في هذا الوقت هادشي راه بحال الذهب. قاطع البطل قال لها بلي هادشي كامل راه ما كيساليش، يعني خذي اي حاجه بغيتي كل حريه تاعك. وقال صاحبو يمكن ترتاح شويه قبل ما نتحركوا. المهم هنا النهايه تاع الفيديو. اللي وصل هنايا يدير اشتراك ولايك باش يوصل الجزء الرابع هو الاول. والسلام عليكم.